تتكتل المعوقات ويبنى أمامك جدران المستحيل. عندك مشكلة، عندك موهبة، اتكلم، ساكت ليه؟ لكن يبقى أمامك الإرادة، هي سبيلك للوصول إلى مبتغاك. بكرة أكيد أحلى، عندنا أمل، عندنا طموح، عندنا أحلام، عندنا أهداف لازم نحققها. قصص واقعية وتجارب إنسانية نعيش تفاصيلها ونستخرج الأمل منها بغد أفضل. كلنا لازم نحارب الفساد، كلنا لازم نبني بلدنا، كلنا لازم نعيش، كلنا لازم نتمتع بكل حقوقنا. نفتح بوابة للأمل يطل منها إشعاع يبصر طريقك مع عوض السهادي. تابعونا في الأوقات التالية. هذا البرنامج برعاية. أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في لقائنا المتجدد من برنامج أحلام مصرية وفقرتنا المميزة مواهب وإبداع. والنهاردة طبعا زي ما اتعودنا بنقدم لكم أجمل وأحلى المواهب الموجودة في صعيد مصر وخاصة في محافظة سوهاج. النهاردة طبعا هقدم لكم الحقيقة مواهب في الشعر وأيضا في الغناء وكمان في العزف على آلة الجيتار. النهاردة خليني أبدأ معاكم كده وأرحب من على اليمين كده بالأستاذة نور وحيد. أهلا بيكي. أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا الأستاذة نور وحيد ما هياش بس شاعرة لكنها كمان إعلامية وقريبا بتنافسنا في القنوات المتعددة. خليني أسأل أستاذة نور، كلمينا عن موهبتك وإمتى بقى بدأتي كتابة الشعر؟ اهلا وسهلا بيك يا استاذ عوض. انا اسمي نور وحيد من محافظه سوهاج، عندي 19 سنه. بكتب شعر من سنه ونص تقريبا. بدات موهبتي من الاذاعه المدرسيه زي ما بيقولوا، عادي، بدايه عاديه زي كل الناس ما بتبدا. اكتشفت موهبتي فيها وكملت فيها على السوشيال ميديا، والحمد لله بدات يعني لما لقيت الناس حابه انها تسمع الشعر بتاعي، فبدات ان انا انزل حفلات لحد ما الناس الحمد لله عرفتني. يعني انت دلوقتي بدأتي تنزلي حفلات وعندك جمهور ومتابعين على السوشيال ميديا كمان. الحمد لله. رائع جدا أستاذة نور. يعني خليني برضو يعني أكمل مع حضرتك قبل ما انتقل لصديقنا عمر، لكن خليني أسمع منك حاجة نبدأ بيها الحلقة النهاردة. تمام ماشي. أقول مثلا قصيدة اسمها صرخة موت. قولي ما يحلو لك. وبقول: صرخة شقت صوت رصاص، دمعة نزلت لوست لون النزيف. صرخة شقت صوت رصاص، دمعة نزلت لوست لون النزيف. يليها بحر دموع، كان فاضل يدوب أسبوع، كان هيبقى جنبي في حضن بيت وسط الحروب، كان هيبقى أهل اللي في يوم قدام عيوني اتحولوا لكوم تراب وسط حبة طوب. صوت صراخ من جوفي طالع، صوتي يعلى ومحدش سامع، مفيش حواليا غير صوت رصاص طالع بصحبة دبابات. كل شيء بيقول انه خلاص مات، كل شيء بيقول انه خلاص مات. قوم وقولي ليه السكات، فتح عينيك وقول انا جنبك، ما تسيبش ايدي. قوم وقول لهم مش هيفرقونا واني خلاص فات الميعاد. شبكت روحي بروحك وقلت مستحيل يفرق بينا ممات. قوم وزعق دول كلاب، دول صهاينة ما يسووش، مهما عملوا مهما كانوا ما يكونوش. قوم معايا القاعة ورد وزينة، قوم بلاش نفلت ايدينا. كان فاضل بس اسمك جنب اسمي ويبقى فرح العمر الجاي كله لينا. بكل دمعة من عيوني، بكل صرخة موت كانت عليك، بدعي كل ليلة عالصهاينة حتى منى الموت ما ينولهوش،
حتى الدواء ما يطلهوش. بكل مرة منعوا فيها المؤمنين ما يصلوش، بكل مرة قفلوا المساجد وقتلوا في أرواح بدون داعي. فيا رب المر يمر من جوفهم كما العلقم، ويا رب يحسوا أوجاعي على أهل اللي اتصابوا في لحظة، وعلى قلبي اللي اتصاب برصاصة غدر، وعلى كل نقطة دم نزلت من شهيد راحت هدر، وعلى حكم ظلم على قلبي صدر ببعض أحباب على إيد كلاب. أقسم بأن نهاية الحرب دي حق، هناخده دنيا أو آخرة، وناخده في أرض ووطن، أو ناخده في جنة وانت وسط النار. أقسم بأن رح يجي يوما ما وتصبح أحلامنا واقع، وهنشوف كل كلب فيهم واقع، ما هيجري أصغر واحد فينا يلحقه. جبان قال وطني على أرض وطن سرقه بالقوة. رح يجي يوما ما وعلى سهوة، وهيجي يوم عند رب الكون يا حبيبي نتقابل، وهيجي يوم عند رب الكون يا حبيبي نتقابل، وترجع ليا وفي قلبي هيشفى يومها قلبنا الحزين، وهترجع قدس لفلسطين. شكرا. الله عليك أستاذة نور، حقيقي طبعا بنحييكي. وخليني أسألك سؤال آخر قبل ما انتقل برضو للأستاذ عمر. يعني تكتبين الشعر العامية، هل جربتي تكتبي الفصحى ولا ايه الأخبار؟ ومين كمان يعني قدوتك بقى، ومين بقى اللي اكتشف موهبتك الجميلة دي في كتابة الشعر؟ انا بالفعل بكتب شعر فصحى. جربت ان انا اكتب قبل كده، كتبت كام مقطوعه صغيره كده بس كانوا غزل يعني. جميل جميل. كان قدوتي في الشعر حاليا شعر هشام الجح طبعا، بحب اسمع له جدا جدا جدا. وكمان اكتر حد شجعني في موهبتي هو جده، وربنا يخليه ليا. احنا كمان بنضم صوتنا لصوتك ونقول ربنا يعني يحفظ لك جده ان شاء الله، ويكون خير ومشجع ليك ان شاء الله، وداعم قوي لموهبتك الرائعة. خليني انتقل مع السادة المشاهدين والمتابعين طبعا موهبة في الغناء وصوت رائع جدا كلنا هنستمتع بيه، الأستاذ عمر. بس الأول نتعرف عليك. مساء الخير عليكم جميعا. أنا عمر سليم، أنا عندي 24 سنة، من محافظة سوهاج. بغني من وأنا عندي 6 سنين. الموهبة كبرت معايا أول بأول، كانت وسط العيلة، بعد كده بقت وسط الصحاب، بعد كده في المدرسة، بعد كده في الجامعة، وبعد كده بقى بقيت أنزل حفلات وأروح مؤتمرات، يعني حاجات كتير كده. رائع جدا. طيب أستاذ عمر، يعني خليني قبل ما يعني اخد المايك منك، لا انا خليني بقى استمتع مع الساده المشاهدين ونسمعك بقى في اول حاجه تقدمها لنا من خلال برنامج احلام مصريه وفقره مواهب وابداع. برغم الظلام لست بيائس، فالفجر من رحم الظلام سيولد، النور في قلبي وبين جوانحي، فعلى ما أخشى السير في الظلماء، لو على قلبي داب في هواك كفاية، ليل وسهر وعناد ويايا، جوا عيوني حنين وغرام مشتاق لعنيك، قلبي نادالك حن في يوم وتعالى، وديك روحي بس تعالى، ياللي بحبك قرب
طمن قلبي عليك، بتغيب ايام وليالي وانت ما بتغيب عن بالي، وتروح وتسيبني عليك مشغول، بحلم بعينيك وغرامك، وبدوب في هواك وكلامك، ولا ليلة يا ليلي عليا الطول، اهو ده اللي صار وادي اللي كان ملكش حق، ملكش حق تلوم عليا، اهو ده اللي صار وادي اللي كان ملكش حق، ملكش حق تلوم عليا، تلوم عليا ازاي يا سيدنا، وخير بلادنا ماهوش في ايدنا، تلوم عليا ازاي يا سيدنا، وخير بلادنا ماهوش في ايدنا، قولي عن اشياء تفيدنا، وبعدها يبقى لوم عليا، سلم علي، سلم علي لما جبلني، وسلم علي ولدي يا ولدي، سلم علي، سلم علي، سلم علي لما جبلني، وسلم علي ولدي يا ولدي، سلم علي يا ابويا على جمال رواية، شربة عينه بيروي رواية، عطشانة جبني على عماية، وردت وقلبي يا ناس خالي، مع ان توبه ماهوش توبي، طالع في قدري ومكتوبي، وعشان ما سابني ورمى طوبي، بشكيه لناس وناس خالي، خالي سلمى يا سلامة، سلمى يا سلامة، سلمى يا سلامة، سلمى يا سلامة. طب واحدة واحدة وبلاش كل ده يجي مرة واحدة، لا تجنن كده لو ده النظام معاك بالشكل ده ما اقدرش عليه. شكرا. شكرا الاستاذ عمر على الميكس الرائع، والاستاذ ديفيد. انا الحقيقه دلوقتي مش عارف، الاول كنت ممكن اسالك اقول لك ممكن نسمع حاجه من القديم، طب ممكن نسمع حاجه من الحديث. حضرتك عملت لي بقى كوكتيل رائع جدا من القديم والحديث والوطني والرومانسي. لا انت كده يعني مش عارف اقول لك، عملت يعني اثاره بقى للجمهور، وخليت بقى كل المشاهدين دلوقتي مش عارفين يقولوا ايه. انتقلت من مرحلة لمرحلة بسلاسة وبطريقة جميلة، خلتني أنا شخصيا ما اشعرش بقى بالانتقال. وكمان اللمسات الجميلة والأنامل الرائعة لديفيد صديقنا. الحقيقة أنا مش عارف إزاي قدر ديفيد يظبط الكلام ده معاك، لكن خليني قبل ما يعني ما اكمل معاك حوار استاذ عمر انتقل لديفيد اتعرف عليه واعرف كمان الساده المشاهدين. وعايز اعرف منك يا ديفيد، امتى بقى بدات العزف على الجيتار، وهل انت بقى هاوي ولا ايه الاخبار، وكمان مين مثلك الاعلى في العزف؟ مساء الخير، انا ديفيد ايمن. انا بدايه الجيتار كانت من 2005. تمام. محدش علمني، ان في وقتها ما كانش في حد بيعلم. بدأت معايا ما كانش وقتها لسه فيه، كان لسه بيقولوا بينزلوا من مصر لسوهاج، ما كانش لسه فوق الصعيد.
فيعني ابتديتها مرحله مرحله لوحدي. كان في برامج كان على التلفزيون كنت بتعلم منها، تمام، لحد ما قابلت استاذي ومثل الاعلى شريف الدويني، فعلمني تمام الاساسيات. بعد كده كملت لوحدي، ابتديت في مراحل الحفلات بقى واشتغلت فيها بس. طيب بدأت أستاذ ديفيد، طبعا الحوار رائع جدا، وانت طبعا اللي هو هيلب يور سيلف، طبعا بتساعد نفسك بنفسك، وحابب ان انت تكون عندك القدرة على دعم الموهبة من خلال بقى نزولك للحفلات، ومن خلال بقى كمان يعني. بس انا يعني دلوقتي شدني حاجة صغيرة، شدتني ليكوا انتوا كتيم مع بعض، ويعني داعمين بقى للحفلات التطوعية، وزي ما قابلتكم دلوقتي في الحفلة الرائعة اللي طبعا كنتوا فيها وبتحيوها للأيتام، وخاصة ان احنا بنحتفل باليتيم، وان انتوا داعمين. هل انت شايف ان دي موهبة فبتحب انك تكمل فيها، ولا ايه الاخبار؟ انتوا ثلاثة يعني اكيد بتوصلوا رسالة وحابين ان انتوا توصلوا لهدف معين. الكلام ده عايز اعرف منك ازاي، ولا ارجع للاستاذه نور، ولا ايه بالظبط؟ كلنا طبعا احنا بنحب فكره دعم المواهب، ان احنا بندعم المواهب حتى ان كانت، حتى لو بتعزف في الحفلات التطوعيه، تمام. الحفلات التطوعيه دي بدايه نجاحك، هي بدايه النجاح ان انت تتعامل في الحفلات التطوعيه. بعد كده تكمله النجاح انك تطلع لبره، بس اهم حاجه انك تبدا من رقم 100. رقم 100 هو تطوع بس. جميل جدا. خليني ارجع للاستاذه نور الشاعره الجميله، واسمع منها حاجه تانية، واقول لعمر الجميل الرائع هو وديفيد بقى جهزوا لنا حاجه. أستاذة نور، إيه رأيك بقى وإحنا في ظل والاحتفال بما يسمونه عيد الأم؟ وأنا طبعا يعني ضد هذا الفكر، لأن أنا دايما بتكلم عن أن الأم كل يوم ليها عيد، وطول العام هو أعياد للأم، ولكن نظرا لحسابات تانية فقرروا ان عيد الام بيكون في 21 مارس. فخليني بقى اسمع منك قصيدة للام، ايه رأيك؟ تمام، يلا اتفضلي. بما اني خلاص عيد الام بقاله اسبوع، يعني طبعا الام كم يوم. طبعا الام ملهاش يوم واحد عشان نحتفل بيه، يعني كل يوم هو عيد للام. فاحب اقول مني إليكي يا أطيب أم في الدنيا، أمي يعني قلبي طيب، أمي يعني ضحكة صافية، أمي يعني قلبي راضي، أمي هي اللي في فؤادي، ست الحبايب يا حبيبة انتي، أمي يعني خناق يوماتي، أمي يعني خلي بالك ده القفا عارف طريقه، لما بزعل أمي تزعل، لما بحزن أمي تحزن، من حبي فيها وحبها فيا صحابي سموني بنت القوية، أمي يعني ست قادرة جاهزة تحضر 100 قضية، كل عام والست أقوى، كل عام وأنا بنت مصر، أمي العظيمة البسيطة الطيبة، ببعت سلامي وحبي في قصيدة، بهديكي قلبي وعمري وحياتي، وفداكي روحي وعيني لو عايزة، ما يكفيكيش الشعر لو يوصفك، ولا يكفي ليكي يا أمي 100 جايزة. مين اللي قال للأم يوم واحد؟ ده أنا كل يوم وياكي عيد، وانت بخير يا حبيبتي ومعايا. فاكرة يا أمي وقفتك جنبي، حضنك في وقت الحزن وعلاجي، وقت احتياجي وخوفي وظروفي، كنت انت أول حد على بابي. تعبك يا أمي أكبر وجع فيا، أكبر ألم ليا، لو تتعبي بتعب وبحس بأذية. مين اللي قال للأم يوم واحد؟ ده أنا كل يوم وياكي عيد، كل عام والست أقوى، كل عام وانتي أمي يا أمي. شكرا. الله عليكي طبعا نور وحيد، رائعة متميزة، بنحييكي طبعا. لكن قبل ما انتقل من نور، عندي سؤال أخير ليكي. عايز أعرف بقى
يعني هل فكرتي تطبعي ديوان ولا لأ، ولا ايه الاخبار، ولا طبعتي؟ قولي لي بقى، كلميني عن كتاباتك بقى، ايه الاخبار؟ انا في بداية كتاباتي الاول كنت بكتب روايات وخواطر، وبالفعل طبعت كتب في معرض القاهرة الدولي. حاليا ليا 39 كتاب في معرض القاهرة الدولي باسمي، مجمعين وفردي. بما اني مؤسسة تيم او مؤسسة مبادرة لدعم المواهب، فانا جمعت كل حد عنده موهبة وعملت لهم كتاب، ويعني جمعنا الكتابات بتاعتنا وحطيناهم في كتب. والحمد لله يعني انا عملت ليا ما يقارب عن 28 كتاب ليا لوحدي. الكتب باقيهم باقي 39 اللي هم مجمعين. عملت 4 دواوين ليا في معرض القاهرة الدولي، منهم قهوة تاني، منهم ورد يا هانم، منهم تمرد فتاة، ومنهم تمرد صحفية. والحمد لله يعني لينا كتابات في معرض القاهرة، والسنة اللي فاتت يعني نزلت المعرض بالفعل ووقعت ديوان ليا. شكرا. رائع رائع. انا الحقيقي يعني الحقيقه ان انا مستغرب جدا، مش قادر يعني اتخيل طالبه في ثانويه يعني ما زالت لسه بتدرس، وكمان في مرحلة من مراحل التعليم اللي بنقول عليها صعبة جدا، إلى إنها بتقول عندها أكثر من 28 كتاب خاص، وكمان يعني بالإضافة إلى حوالي 10 أو 11 كتاب منهم تمام، يعني في إلكتروني في ورقي. رائع جدا طبعا، يعني انا فخور بيكي جدا جدا يا نور. كمان نور لها تجربة اعلامية سابقة، وكمان مش بس كده، الا انها داعمة كمان للمواهب في سوهاج، ومعانا طبعا بصراحة ايد بايد طبعا، ونقدر ان شاء الله ندعم كل مواهب سوهاج والصعيد وكل مواهب في انحاء جمهورية مصر العربية. خليني انتقل مع حضراتكم للجميل الرائع الصوت المتميز عمر، بصحبة العازف المتميز ايضا والمبدع ديفيد. عمر، هنسمع ايه النهارده منك؟ هنسمع برضه ميدلي لطيف كده. طب قبل ما نسمعه، ايه رايك لو تقول لي بقى، طبعا انت بدأت الغناء مبكرا، احكي لي بقى عن مين مثلك الاعلى، وايه هدفك من الغناء؟ يعني ايه الرسالة اللي انت حابب تقدمها من خلال صوتك الرائع ده؟ والله انا بدات غنى من سن صغير زي ما ذكرت لحضرتك من شويه. انا مثل الاعلى في الغنى، انا بدات طبعا كان سن صغير جدا، فما كنتش بسمع غير ام كلثوم، عبد الحليم، سيد درويش، الناس القديمه والاجيال العظيمه دي كلها طبعا. بس مع كبر السن وتقدم العمر وكده اكيد كنت بسمع حاجات مختلفه، حاجات اللي بتعاصر جيلي حاليا. فبالتالي انا برضو كواحد موهوب او بغني لازم يبقى عندي جميع الاذواق علشان اقدر ارضي جميع الاطراف، واقدر ادي لكل واحد حسب ما هو بيحب. بس فبقيت بأدي كموهبه قبل ما تبقى مثلا كسبب لشهره او حاجه. لا، انا راجل بحب ابين موهبتي للناس، بمارس موهبتي، بمارس حاجه بحبها بس، لكن ما فيش هدف وراء كل ده غير ان انا اكون مبسوط باللي انا بعمله، وان غيري يتبسط باللي انا بقدمه. يعني هدفك اسعاد الاخرين. اسعاد الاخرين. جميل قوي. بس جميل قوي. ده هدف سامي جدا ورائع جدا. انا بتبسط اكتر من الناس بانبساط الناس باللي انا بقدمه. يعني كل ما الناس تكون مبسوطه ده يعيد عليك انت اكتر بألف حاجه. يعني لما الناس تبقى بتطلب انها تتكلم معاك او تطلب انها تسمع منك حاجه تغني لها، ده في حد ذاته انجاز ليك وبيتضاف لك. جميل. فانا ده اللي احنا بنسعى ليه كلنا كتيم على فكره، مش انا بس، نور نفس الكلام، ديفيد نفس القصه، كلنا بنقول نفس الكلام. الله عليك. طيب هنسمع منك ايه دلوقتي؟ ممكن هنقول حاجه يعني ميكس جميل برضو كده، خليه مفاجاه برضو، مش هحدد لك حاجه عشان تتبسط. ماشي اوكي، اتفضل يا عمر. نسم علينا الهوى من مفرق الوادي، يا هوى طب من الهوى خدني على بلادي.
نسم علينا الهوى من مفرق الوادي. يا هوى طب من الهوى خدني على بلادي. يا هوى يلي طاير في الهوى في منطورة طاقة وصورة خدني لعن دنيا هوى. نسم علينا الهوى من مفرق الوادي. يا هوى طب من الهوى خدني على بلادي. طاير يا هوى طاير عالمينا رايح يا هوى خبر أهالينا قصيت الهوى وتفتن علينا. اوعى يا هوى خبر أهالينا طاير يا هوى طاير عالمينا رايح يا هوى خبر أهالينا قصيت الهوى وتفتن علينا. اوعى يا هوى خبر أهالينا قدك المياس يا عمري يا غصين البان كاليسري. قدك المياس يا عمري يا غصين البان كاليسري. أنت أحلى الناس في نظري جل من سواك يا قمري. أنا وحبيبي في جنينة والورد مبين علينا. أنا وحبيبي في جنينة والورد مبين علينا. أنا وحبيبي في جنينة والورد بين علينا. قدك المياس يا عمري يا غصين البان كاليسري. قدك المياس يا عمري يا غصين البان كاليسري. أنت أحلى الناس في نظري جل من سواك يا قمري. الله حقيقي حقيقي ميكس رائع رائع رائع. ويعني انا بعد كل فقرة بسمعها منكو ببقى عاجز عن التعبير عن ما بداخلي. بتوصلوني لحالة حقيقي مش عارف اقول لكم ايه. يعني ما حاسس ان مهما قلت كلام جميل حاسس ان ده مش هيديكوا حقكم. لاني انا عندي سؤال بس صغير جدا ليكم انتوا الاتنين. هو انتوا تعرفوا بعض من قد ايه واشتغلتوا مع بعض من امتى؟ يعني انتوا توينز رائع. انتوا حاجه ما شاء الله يعني. اتفضل يا ديفيد قول لنا عرفتوا بعض من امتى؟ انا وعمرو اول ما عرفتنا كانت في الكليه. احنا نعرف بعض بقالنا 4 سنين الحمد لله. 4 سنين ما حدش فينا ساب التاني في حاله بامانه. ما حدش ساب التاني في حاله. كان اقل قعده لازم الجيتار يحضر لازم نكتب اغاني لازم نالف ميدلي ده لازم نعمل ميدلي ده لحد ما احنا وصلنا اللي عملنا الميدلي من شويه ده. الميدلي 21 اغنيه. ميدلي 21 اغنيه حرفيا نفسه بيبقى طالع من مناخيره خلاص. بس هو لا بجد يعني لا حبيبي عمرو حبيبي بجد على ده. عمر تحب تقول ايه؟ قول حاجه يا عمر كلمنا والله عن ديفيد وعلاقتك بديفيد. والله هو ديفيد ما فيش قاعده بقعدها معاه او حفله او كده غير لما اوقات كتير بدعي عليه بسبب اللي بيعمله فيا. بيقول لحضرتك عمل ميدلي 21 اغنيه. انا خدت بالظبط ساعه الا ربع بغني متواصل معاه. اللي هو الكلام ده كان من سنه تقريبا وكنا في وقت زي كده كنا داخلين على رمضان. حرفيا ديفيد بيحب حد بينتقم منه. حسيت ان عنده خياشيم بقى بيقعد في الميه كتير. هي القعده من كل ما بتبقى احلى كل ما بنطلع شغل احسن. فالشغل الاحسن بيجبرك ان انت تكمل وما توقفش. فاغنيه بتجيب الثانيه بتجيب الثالثه لغايه ما استقرينا على 21 اغنيه في ميدلي واحد بس. طيب انا الحقيقه فخور بيكوا بجد والله. بس قبل ما انهي الحلقه انا حابب اخد حاجه من نور وحاجه منكم اختم بيها. ايه رايكم؟ انا عارف ان احنا اخدنا اكتر من وقتنا ولكن
يعني بنستأذن طبعا المهندس احمد الزعيري بس بيسمح لنا بس بفقرتين تاني وخلاص كده نختم يعني. عشان ما ناخدش وقت كتير نعمل دويتو مع بعض زي اللي عملناه من شويه كمان في حاجه معاكم انتوا الثلاثه؟ ممكن نعمل حاجه. طيب ماشي اوكي. لا ليه؟ نعمل لك فقره حلوه. لا انا مش عايز الناس تحزن، انا عايز الناس تتبسط، عايزهم كلهم يبتسموا، كفايه الحزن اللي هم فيه، كفايه يعني، احنا عايزين نفرحهم. ايه رايك؟ ولا ناخد حاجه منك وحاجه منهم؟ خلاص تمام. اوكي، خلينا طبعا مشاهدينا الاعزاء ناخد حاجه شعر وبعد كده ننتقل للغناء مره اخرى مع نور الجميله الرائعه اللي دايما بيدعمها جدها اللي احنا بنبلغه بقى وبنرسل له مننا اجمل وارق تحيه الحقيقه، لانه يعني حد داعم مش عارف انا امتى بقى نور بدات. نعم مش عارف بجد امتى بدات وامتى نور قدرت يعني تكتب كل هذه الكتابات وكل هذه الكتب، وكمان مين اللي يقدر يوصلها ويدعمها بهذا الشكل الجميل الرائع الا اذا كان جده، ربنا يحفظه لها ان شاء الله. وناخد حاجه اخيره. نعم احنا كلنا بنوصل نفس الرساله دي لجدها ونقول يا رب خليه يوصلها. طبعا 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 والله هي تعباكوا طبعا. لا بس هي بجد بجد في مرحله يعني صعبه، وفي نفس الوقت في سن صغير جدا قدرت تعمل كل ده. حقيقي ده ابداع وحقيقي اجتهاد رائع جدا منها ومجهود كبير من جدها، ربنا يحفظه لها ان شاء الله. وخلينا نسمع الشعر من نور وحيد. وبقول قهوة تاني كان بيتعمد يسيبني، كان بيفرح لما عاني، حتى لما ارتاح وجاني ألف حق كلام بيوجع، قال لي حضالله ما هرجع، وافهمي انك كنت لعبة واني عايز واحدة صعبة تبقى راجل وقت ما امشي، مش تعيط كل وقت، انتي اصلا كنتي وقت زي وقت الشيء بيمشي وسايب الاحزان وراه، بنتي فيكي من الوحاشة حاجة اوحش من الحياة، انتي اصلا مش نجاة، اللي زيك عاش حياته غصب عنه بدون رضاه، مهما يخسر من سكاته برضه ما بينطقش قال لي روحي وشوفي غيري وكملي عمرك معاه، وارسميني بخاف ضميري وحد كان شايفك سماه، واوعي يعني تقولي عني اني يعني ما صنتكيش واني خنتك رغم اني كنت حالف منسكيش، لسه في الدنيا غدر، لسه في الارض هجر، لسه روحنا ما بتساويش، ايوه يعني لمين هعيش، واللي قال لي هعيش معاكي سابني وحدي ما حبنيش، قهوة تاني علي باعني وقال لي جهرا ما تساويش، كان فاكرني هقول وجعني وارسم الاحزان دموع وارسمه كاسر ضلوعي، صدوا عني الضرب فضلا جففوا وجعي ودموعي، هو غلطة بجد فعلا بس مش هيطول رجوعي، مهما يصرخ في بعدي اللي حب فلانة بعدي صعب يرجع بين ضلوعي، مش هعذب قلبي تاني، كل واحد حب غيري كان طبيعي يصون مكاني، مش يغير خط سيري ويرسم الجبروت اماني، كنت عارفة مسيره يرجع يحلم انه يشوفني تاني، واني بعدي اكيد بيوجع وانه كان لازم يعاني، مش هعدي العمر ببكي ومش هغير شيء اذاني، وإلا محته رجالي يبكي هبتسم بسم التحدي، وإلا محته رجالي يبكي هبتسم بسم التحدي، واكسر القوة في عينيه، انت مين ورجالي ليه، مش قلتلي يومها اللي يبعد صعب نسند يوم عليه، واني مش فارق وجوده واني صوته او سكوته مستحيل يتحس بيه، قولي راجع تاني ليه، اطلبولي قهوة تاني وامسحوله دموع عينيه،
اطلبولي قهوة تاني وامسحوله دموع عينيه، مش هضمه بشوق حناني ومش هعود لو يحصل ايه. قهوة تاني. شكرا. قهوة تاني وتالت رائع يا نور. الحقيقة طبعا حالة من الهدوء والسكوت لكل اللي بيسمع نور في هذه القصيدة وهي قهوة تاني. لكن علشان نخرج من حالة الهدوء والسكوت دي خلينا ننتقل للجميل عمرو وكمان عمر، وننتقل أيضا لديفيد ونسمع منهم حاجة. بس يعني أأمل لو كان ميكس برضه يعني أتمنى أن يكون في حاجة عن رمضان. يلا بقى نسمع من الفنان والرائع عمر والفنان المبدع ديفيد، ونتمنى لهم ان شاء الله كل التوفيق في حياتهم اللي جايه. اتفضل يا عمر. وفين لياليك عمال بناديك، مشتاق لعنيك وحشني لقاك، بالي مشغول بهواك على طول، والليل بيطول وانا مش وياك. فين لياليك عمال بناديك، مشتاق لعنيك وحشني لقاك، بالي مشغول بهواك على طول، والليل بيطول وانا مش وياك. كل يوم يفوت كل يوم يعدي بصحى فيه وبموت، يجي مليون مرة لوحدي لو سمع لي صوت. قرب خد بيدي ياللي دايما ناسيني، فين لياليك عمال بناديك، مشتاق لعنيك وحشني لقاك، بالي مشغول بهواك على طول، والليل بيطول وانا مش وياك. يا نور الهلال أقبل تعال، فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما. لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب. فيك الحب زاد عم العباد يا خير زاد. رمضان يا شهر القرآن، فيك أذوق حلاوة الإيمان. لا تنقضي أنت للروح دواء. رمضان 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 يا حبيب، رمضان رمضان ليتك دوما قريب. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. نغفر ذلا نوصل أهله، لأن رمضان يجب لأن رمضان يجمعنا. الله عاش يا شباب. طبعا بحييك قوي ديفيد على العزف الرائع الجميل ده، وكمان بشكر عمر قوي
الحقيقة يعني مش عارف اقول لكم ايه، لكن انتوا بجد مبدعين، وبتمنى لكم طبعا كل السعادة وكل التوفيق ان شاء الله في حياتكم القادمة، ويعني مزيد طبعا من اللقاءات هتكون معاكم ان شاء الله في الايام اللي جاية. وانا حابب انضم بقى لعمر وديفيد مع بعض كده بعد كده عشان طبعا مش عارف ايه اللي هيكون مصيري بعد كده، لان انا حاسس ان فعلا ديفيد ضاغط على عمر قوي، وعمر بصراحه يعني شكله كده طيب شويه خالص خالص. فانا ان شاء الله بكده مش هسيبكم، وانا معاكم دايما، واي لقاء طبعا هتمنى تكونوا معايا وفي كل اللقاءات، لان انتوا بجد حقيقي مبدعين. وبحيي طبعا الرائعه المتميزه اللي هي بنقول قائد الفريق الجميله نور وحيد. بحييك جدا يا نور والله، وسعيد جدا بيك النهارده وبوجودي معاكي وبوجودك معايا في هذا اللقاء، وان شاء الله يكون بينا لقاءات تانية ومتعددة، وكمان يكون لك لقاء خاص كده نتكلم فيه براحتنا، ونتكلم عن الشعر، ونتكلم كمان عن الكتب اللي تم تأليفها، وكمان نتكلم عن تواريخ إصدارها وإمكانية بقى الناس تقدر توصل لها إزاي، والكلام ده كله مهم جدا في الأيام اللي جاية. مشاهدينا الأعزاء، بكده تكون انتهت فقرة مواهب وإبداع من برنامجكم المفضل أحلام مصرية. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله. تتبدل المعوقات ويبنى أمامك جدران المستحيل. عندك مشكلة، عندك موهبة، اتكلم، ساكت ليه؟ لكن يبقى أمامك الإرادة، هي سبيلك للوصول إلى مبتغاك. بكرة أكيد أحلى، عندنا أمل، عندنا طموح، عندنا أحلام، عندنا أهداف لازم نحققها. قصص واقعية وتجارب إنسانية نعيش تفاصيلها ونستخرج الأمل منها بغد أفضل. كلنا لازم نحارب الفساد، كلنا لازم نبني بلدنا، كلنا لازم نعيش، كلنا لازم نتمتع بكل حقوقنا. نفتح بوابة للأمل يطل منها إشعاع يبصر طريقك مع عوض السهادي. تابعونا في الأوقات التالية. هذا البرنامج برعاية